السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده انا هقول لك على حبه تويكس او تعديلات تعملها في ويندوز 11 او ويندوز 10 هتخلي معاك الاداء جبار ورهيب جدا، وهتحس بفرق شاسع قبل وبعد التعديلات. وزي ما انت شايف هنا خليني اوريك عدد البروسيس معايا في النسخه دي. زي ما انت شايف هنا خلينا نفتح التاسك مانجر برفورمانس. زي ما انت شايف في السي بي يو انا معايا 179 بروسيس وممكن ينط ل 180، يعني قول 170 في الرينج ده. فبعد التعديلات هنشوف هتبقى عدد البروسيس دي كام، وهنشوف الاداء في النسخه بتاعتك هيبقى رهيب جدا. فبدون كلام كتير عشان احنا طولنا خلينا نخش بعد الانترو. ايه نخش دي؟ خلينا نبدا بعد الانترو. بص يا عزيزي المشاهد، اول حاجه انا هسيب لك كده الفولدر دوت اللي هو فري تويك باك ده، هتنزله من اللينك اللي في الديسكربشن عشان يبقى فيه كل الحاجات اللي انا هشرحها. تمام؟ فخلينا نفتح كده الفري تويك باك ويفتح معانا بالشكل دوت كده. واول ما يفتح معاك هتلاقي كده حبه ترتيب، عايزك تمشي على الترتيب دوت. اول حاجه هتلاقي الكلين اب ده كده هتفتحه. احنا لازم قبل ما نعمل اي حاجه لازم كده ننظف عشان نخش على نظافه، عشان اهم من الشغل تظبيط الشغل. وبعد ما تخش على الفولدر بتاع الكلين اب هتلاقي اول حاجه معانا هي الديفايس كلين اب بالشكل دوت كده. تمام؟ هو ده ابلكيشن عادي جدا يعني ما فيهوش اي حاجه يعني. وزي ما انت شايف هتفتح الاكسي دوت، كليك يمين ران از ادمنستريتور وبعد كده يس، وبعد كده ديفايسز سيلكت اول وبعد كده هتدوس عليه تاني وبعد كده ريموف سيلكتد، وهتلاقي ان هو مسح لك كل التعريفات. عايز اقول لك ان دي تعريفات كده اتعملت ملهاش لازمه على الجهاز بتاعك، يعني مش هتلاقي اي حاجه اتاثرت، ولكن ده بينظف الجهاز عندك. تمام؟ وبعد ما عملت ديفايس كلين اب كده مش محتاجين منه اي حاجه، هنخش على الديليت تمب فايلز. هتفتح الديليت تمب فايلز ببساطه جدا، هتلاقي فتح لك التمب كده كنترول اي وبعدين شيفت ديليت، وبعد كده هتمسح التمب فايلز دي فايلات تمب كده انت مش محتاجها في النسخه بتاعتك. ممكن تلاقي 5 جيجا 6 جيجا حسب ما انت ما بتمسحش التمب دي. فكده احنا مسحنا التمب فايلز، وبعد كده برده هتمسح التمب فايلز ديت، هتخش عليها برده وبعد كده شيفت ديليت وهتمسحها. هي حسب هنا ما تبقى عندك، ممكن تبقى كميه كبيره جدا فهتدوس كنترول اي وتمسح كل الحاجات دي. الحاجات اللي مش هتتمسح اعمل لها سكيب عادي جدا. تمام؟ فزي ما انت شايف كده احنا مسحنا التمب فايلز، وبعد كده الديسك كلين اب هتفتحه كده وبعد كده هتحدد السي بتاعك او اللي هو الهارد اللي عليه النسخه او الاس اس دي او الام دوت 2 اللي عليه النسخه، وبعد كده هتدوس اوكي. تمام؟ هيفتح لك بالشكل دوت كده. هنا انت عايز تنظف البارتيشن بتاع النسخه عشان ما يبقاش فيه زي ما تقول في ساعات لما بتنزل ابديتات من النسخه بتسيب الابديتات القديمه ما بتتمسحش، فممكن مع تراكم الابديتات تعمل لك مشاكل في المستقبل، يعني حوارات كتير انت في غنى عنها. فببساطه جدا هتحدد كله بالشكل دوت كده، وبعد كده هتدوس على كلين اب سيستم فايلز، وبعد ما تدوس على كلين اب سيستم فايلز خلينا ننزل دوت كده تحت. تمام؟ هتلاقي ان هو ظهر لك الرساله دي، هتدوس على اوكي وهتلاقي ان هو بيعمل تشيك للسكان او اللي هو تعمل تشيك او سكان للسيستم فايلز. وفي نفس الفكره برده هتحدد على كله زي ما انت شايف ويندوز ابديت كلين اب 6 جيجا ويندوز ابديت. انت متخيل انا عندي 6 جيجا متراكمين ويندوز ابديت ما لهمش لازمه، فمتخيل دي ابديتات قديمه والويندوز قعدت تعمل ابديتات والابديتات دي ما بقاش ليها لازمه. فببساطه جدا هحددهم وحدد كل الحاجات دي كده. تمام؟ وبعد كده هنمسح كل دوت. خلينا نمسحه. زي ما انت شايف 11 جيجا عندي على الجهاز ما لهمش ادنى 30 لازمه، يعني هم واخدين مساحه من السي 11 جيجا ما لهمش لازمه. فانت مثلا لو الهارد بتاعك 128 جيجا بالنسبه لك الرقم ده كبير جدا. وبعد كده هدوس اوكي وبعد كده هدوس ديليت فايلز وهتستنى لحد ما يخلص عادي جدا. وما تقلقش مش هيعمل لك اي مشاكل في النسخه، ده حاجه من مايكروسوفت ذات نفسها، وهو بيشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه والحاجات اللي نزلت وبعد كده ما بقاش ليها لازمه، يعني هو بيظبط الدنيا مع نفسه. ما تقلقش خالص، وخلي بالك ان هو ممكن ياخد وقت. وهو بيعمل كده خلينا نخش على التعديلات اللي بعدها. وبعد الديسك كلين اب هتخش على الاو او اس يو 10. تمام؟ مش عارف هو اسمه ليه كده بس هو اسمه كده. فببساطه جدا هتفتحه بالشكل دوت كده. كل اللي عايزك تعمله ان انت هتدوس على كلمه اكشنز وبعد كده هتدوس على ابلاي اونلي ريكومندد سيتنجز، وبعد كده هتدوس هنا اللي هو بيقول لك يعني اعمل ريستور بوينت، هتقول له نو. تمام؟ وبعد كده هقول لك 65 سيتنجز هاف بين ابلايد سكسسفولي، يعني زي الفل، وبعد كده هتدوس اوكي. وبعد كده احنا مش محتاجين اي حاجه من البرنامج دوت تاني، فهنقفله ونقول له ثانك يو فيري تاتش وبعد كده اوكي وبعد كده كلوز. تمام؟ هو بيقول لك ان انت لازم تعمل ريستارت للجهاز عشان التعديلات دي تتطبق، فمش محتاجين اي حاجه وبعد كده كله زي الفل. كده احنا عملنا كل التعديلات اللي في الكلين اب، كده احنا نظفنا الجهاز عشان نبدا على نظافه. وبعد كده هتدوس على الجنرال برفورمانس عادي جدا. وبعد كده عايزك تمشي واحده واحده معايا. اول حاجه تقفل الجيم بار لان ده ما حدش بيستخدمه، فلو معمول عندك اون هتعمله اوف، وبعد كده دي برده هنقفلها مش محتاجينها عادي جدا بالمعنى الاصح، يعني خلي دوت المفروض ان هو يبقى اون اعمله اوف، خليه كده نقفله. وبعد كده الترانسبيرنسي افكت برده هنعملها اوف بالشكل دوت كده، اللي هي دي هتبقى اون. تمام؟ دي هتخليها اوف بالشكل دوت كده، يعني حاجات بسيطه. والبوز ابديتس ديت لو انت عايز توقف الابديتس بتاعت النسخه انا هنا اعمل لها ابديت عادي جدا اللي هو بوز ابديتس فور 7 دايز عادي جدا، لان في ساعات بينزل ابديتات كده بتخرب الدنيا وبعد كده بينزلوا ابديت يعدلوا الحاجات دي. فيعني ايه انت يعني حاول ان انت لو متخصص شويه ان انت تنزل الابديتات دي مانيوال. تمام؟ ودي هنبقى نعمل لها حلقه في المستقبل. وبعد كده هتدوس على الستور ابديتس ديت هتعمل لها اوف، لان دي هتاكل جيجات كتير قوي من النت، وهتقعد هتقول النت بيتسحب وانت مش عارف بيتسحب فيه، لان الستور ابس بتقعد تعمل ابديتات من نفسها اوتوماتيك. فببساطه جدا عشان توقفها هتدوس على علامه الايكون بتاعه الساين ان دي وبعد كده سيتنجز وبعد كده تقفل كل الحاجات دي.
بعد ببساطه جدا. تمام. واهم حاجه اللي انت تقفل الاب ابديتس، لان دوت بيقعد ينزل ابديت للابلكيشنز اللي انت اصلا ما بتستعملهمش او ممكن تكون بتستعملهم، ويقعد ينزل لك الابديتس دي اوتو. واوتو ديت يعني مؤاخذه في الكلمه هو شغال كده سحب في الباقه وانت مش داريان، فدي تقفلها خالص. وبعد كده الاوتو ابديت مابس برده دوت هتقفلها. تمام. انا هنا عندي متشاله اصلا، انا شايلها، ولكن هتلاقي اوبشن زي اون واوف انت هتعملها اوف برده. وديسيبل باك جراوند ابس هتفتحها بالشكل دوت كده، وهتستنى لحد ما دي تفتح تحمل معانا. تمام. الديفايس كلين اب لسه شغال. وبعد كده هتلاقي ليت ابس ران ان باك جراوند دي هتبقى معموله معاك اون، اعملها اوف. تمام. كل الابس دي ملهاش ادنى ترتيب، لازم انها تفضل شغاله في الباك جراوند، هي الطبيعي بتاعها بتبقى اون، انت اعملها اوف. تمام. بالشكل دوت كده زي ما انت شايف. وبعد كده ويندوز سيتنجز تويكس هتدوس عليها دبل كليك، وبعد كده هتدوس يس. تمام. وبعد كده هتدوس ابلاي. تمام. ببساطه جدا. تمام. لو عايز تعرف التويكس دي عباره عن ايه ببساطه جدا هتدوس عليها كليك يمين وبعد كده تدوس اديت، وهتلاقي التويكس دي عباره عن ايه. هنا انت بتقفل الهايبرنيت. تمام. بتعمل له ديسيبل. وعندك هنا تاني حاجه الاوتوماتيك مينتينز، او ما اعرفش تنطق ازاي صراحه، ولكن دوت بيخلي اللي هو بيعمل تشيك على الويندوز بتاعتك او ابديتات النسخه، بيقعد يعمل لها تشيك دوري، فده انت مش محتاجه. وبعد كده المنيو شو ديلي ديت عشان تسرع لك فتح وقفل النوافذ، او خلينا نقول مش عارف تصدق الفورم بتاعت النسخه، يعني بمعنى الاصح بتسرع قفل وفتح النوافذ بتاعت النسخه، فدي تخليها دايما على صفر. تمام. يعني على ما اعتقد الديفولت بتاع النسخه بيبقى 10 او 100 مش فاكر بالتحديد، ولكن ديت بتسرع معاك اداء النسخه، يعني تعديلات بسيطه جدا. وبعد كده هتدوس على ريموف ستارت اب ابس، هتفتح عليها كده او هتفتحها تدوس عليها مرتين، وبعد كده هتقفل اي حاجه هنا انت مش محتاجه ان هي تفتح مع النسخه، يعني ببساطه جدا الايبك جيمز. تمام. دوت برنامج برده مش محتاجينه. الام اس اي سنتر لا خليها بحتاجها. تمام. الاوفر وولف لانشر مش محتاجه. الريل تك سيبه. الرويد كلاينت مش محتاجه. الستيم نفس الكلام. الفي ام وير لا ده سيبه. الفانجارد سيبه وحاجات زي كده. طبعا الويندوز سكيورتي نوتيفيكيشن ايكون دي سيبها طبعا، وتقفل الحاجات اللي انت مش محتاجها. وبعد كده نقفل دي، مش محتاجين اي حاجه تاني. وبعد كده هتخش على رقم 9 اللي هو البريميشنز، او زي ما تقول كده الصلاحيات اللي بتاخدها البرامج. هنا طبعا انت لازم تقفل كل الصلاحيات دي زي ما انت شايف كده، كل اقفلها، لان ديت بتخلي الابلكيشنز تاخد داتا من الجهاز بتاعك، وده بيسحب نت، وكمان بتبقى ريسك للداتا بتاعتك، فببساطه جدا اقفلها خالص. وبعد كده سيتنج فيجوال دي ببساطه جدا هتدوس عليها دبل كليك، وعايزك هنا تعمل ادجست فور بيست برفورمانس، وبعد كده تفتح الثلاثه دول، يوز دروب شادو فور ايكون ليبلز، وبعد كده سموث ايدجز اوف سكرين فونتس، وبعد كده شو سب نيلز انستد اوف ايكونز. دي ببساطه جدا هي احسن ثلاث اوبشن او احسن ثلاث اوبشنات انا دايما بستخدمهم عشان ما تحسش ان في حاجه غريبه في النسخه. وبعد كده تدوس على ابلوي وتستنى لحد ما تطبق، وبعد كده هدوس على اوكي، وكده انت ظبطت الفيجوال. وبعد كده هنروح على ريموف انبوت ديلي. بعد كده اول حاجه تفتحها الديفايس مانجر، وبعد كده تفتح الديفايس مانجر دبل كليك عليها بالشكل دوت كده. واول ما تفتح معاك بالشكل دوت كده في حاجه واحده بس عايزك تقفلها ببساطه جدا، تروح على السيستم ديفايسز وهتنزل تحت كده شويه لحد ما تلاقي انا نسيت اسمه. انا نسيت اسمه استنى كده. الهاي بريسيشن ايفنت تايمر، انا نسيت اسمه. تمام. ببساطه جدا عايزك تقفل دوت. تمام. لان دوت بيسحب من الديلي وبيخلي الديلي معاك كبير جدا. تمام. بدون ما ادخلك في حوارات كتير. تمام. فده ببساطه جدا دي اكتر حاجه عايزك تقفلها هنا. وبعد كده مش محتاجين اي حاجه من الصفحه دي تاني، وبعد كده هنخرج تاني، وبعد كده هتخش على الديسيبل ريجستري فايلز بالشكل دوت كده. عايزك تعمل كل الريجستري دي. تمام. ببساطه جدا هتفتحهم كده دبل كليك، وبعد كده يس، وبعد كده اوكي، وبعد كده برده نفس الكلام عادي جدا، كلهم نفس الحوار. تمام. لو عايز تعرف ايه اللي جواهم ببساطه جدا لو انت عندك اس اس دي او ام دي 2 اعمل الاوبشن دوت اللي هو السوبر فيتش، لكن لو انت عامل النسخه بتاعتك على هارد اتش دي دي ما تعملش السوبر فيتش دوت، لانه هيبطئ معاك النسخه مش هيخليها اسرع. تمام. فانا هنا شغال على ام دي 2 فهعمل السوبر فيتش دي هقفلها. تمام. ببساطه جدا دوس على يس. تمام. لو عايز تعرف اي حاجه جوه الريجستري دي ببساطه جدا كليك يمين اديت، هتلاقي اي حاجه انت عايز تعرفها هنا. تمام. فدي كلها حاجات في الباور سيتنجز والتعديلات في النسخه بتخلي معاك الجهاز اسرع في الاداء، فببساطه جدا. ودي الفايرفوكس ابديت طبعا ده انت بتقفله عشان ما يقعدش يعمل ابديت من نفسه. والسوبر فيتش برده نفس الكلام، دي بتاعه الاس اس دي والام دوت 2 لو انت عندك هارد اتش دي دي ما تعملهاش، فخلينا نقفلها كده مش محتاجين منها اي حاجه تاني. وبعد كده السيستم كونفيج تويكس هتفتحها ببساطه جدا، وبعد كده تفتح السيستم كونفيجريشن. تمام. واول ما تفتح السيستم كونفيجريشن هتروح على السيرفيسز وهتدوس على هايد اول مايكروسوفت سيرفيسز، وبعد كده هتدوس على ديسيبل اول. عايزك تفتح الحاجات المهمه بالنسبه لك ببساطه جدا، هتنزل هنا البيت كومنت مش محتاجه، الاي اي انتي شيت سيرفيس دي هتفتحها، الاي اي باك جراوند سيرفيس افتحها، دي ما تفتحهاش. الاونلاين سيرفيسز الافريثينج برضو افتحها لان انا بستخدمه. الفريم فيو بتاع انفيديا ده ما حدش بيستخدمه اصلا. بلاتفورم لايسنس مش محتاجينه. الايو بيت مش محتاجينه. الام اس اي سنتر يعني انا بحبها صراحه فهفتحها. تمام. يعني خلينا نفتحها كل حاجه. انفيديا لوكال سيستم كونفيرم ده ممكن تفتحه عشان ممكن يعمل لك مشاكل مع بعض الالعاب. الديسبلاي برضو نفس الفكره. وبعد كده الاوفر وولف
ابديت ده كله مش محتاجينه، السيستم كلاينت سيرفيس مش محتاجينها، التيم فيور مش محتاجينه، الالترا فيور سيرفيس، الفيرتشوال بوكس مش محتاجينه، الفي جي سي دوت برده بتاع الفانجارد ده لازم تفتحه عشان اللعب بتاعه رويد جيمز تفتح معاك اصلا. تمام. الفي ام وير دوت ممكن تسيب السيرفيس بتاعته، ولكن لو انت بتستخدمه كتير انصحك ان انت تفتح السيرفيس بتاعته عشان ما يعملش معاك مشاكل. الوور بيبر انجن انا بستخدمه، اللايت كيب سيرفيس مش حاجات كلها مش محتاجها، حاجات الاضاءه دي انا مش محتاجها. تمام. فهنا انا فتحت الحاجات اللي انا محتاجها بس، وبعد كده هدوس على كلمه ابلود. تمام. وبعد كده هيوقف لك السيرفيس دي وكده انت في السليم. بعد كده هدوس اوكي، وهنا هيقول لك ان انت لازم تعمل ريستارت، ولكن هنا اعمل اكزيت وزود ريستارت، وبعد كده ابقى اعمل ريستارت بعدين. تمام. ولازم تجيب كوبايه شاي عشان الفيديو ده هيبقى طويل. تمام. وبعد كده هتدوس على الويندوز تويكر اب. تمام. ده هتفتحه ببساطه جدا، ده بتاع ويندوز 10 وفي واحد بتاع ويندوز 11 هسيب لك برده لينك ليه هنا. تمام. ولكن انا مش حاطط اللينك، هبقى احطه في لما اجي انزل الباقي. وبعد كده هفتحه ببساطه جدا. كل اللي عايزك تعمله اللي انت تمشي معايا كده خطوه خطوه. كستمايزيشن، في الكستمايزيشن هنا ممكن يا معلم اقول لك اللي انت ممكن تعمل التعديلات، يعني دي حاجات كلها يعني انت عايز تعملها عايز ما تعملهاش، يعني حاول ان انت تقرا وتعرف الحاجات دي بتعمل ايه. يعني مثلا ديسيبل ستارت انيميشن دي انا هدوس عليها كده. تمام. ده ببساطه جدا بيلغي الستارت انيميشن، فبيخلي النسخه تفتح معاك اسرع واسلس. شو الريسنت فايلز دي ممكن تعملها، انا عامه ما بحبهاش فهقفلها عادي جدا. الفريكونسي فولدر برضو هقفلها. الكويك اكشنز برضو هقفله. الهايد ويندوز ديفندر ايكون لو انت عايز تلغي او انت عايز تخفي الويندوز ديفندر ايكون، ولكن طبعا دي اوعى تعملها. يوز انكريز تاسك بار ترانسبيرنسي دي لو عايز تعملها عادي جدا. يعني بص انا اقول لك على الحاجات اللي انت ممكن تعملها، دي حاجات كلها كستمايزيشن انت بتعملها حسب ما انت حابب. خلينا مثلا ننتقل الى التاسك بار، مش محتاجين هنا حاجه. الفايل اكسبلورر برضو خليني كده اشوف كده لو احنا محتاجين اي حاجه. ممكن تعمل هنا نيبل اوتو كومبليت اند اوتو سجست، دي حلوه جدا على فكره، يعني بتلخص عليك وقت. وخلينا برضو نشوف لو في حاجه ثانيه ممكن نعملها. ديسيبل ايرو سناب فيتشر، هايد بريفيو بانل، ديسيبل ايرو شيك فيتشر. ممكن تعمل ديسيبل للايرو شيك فيتشر. تمام. دي محدش بيستعملها اصلا، محدش عارف هو بيستعملها ازاي. دي الحاجات اللي هي تقعد تحرك الحاجه فتختفي، يعني حاجات كده مالهاش لازمه. ما اظنش ان انت محتاج هنا اي حاجه ثانيه اللي انت تعملها. فخلينا يونيفرسال يو اي. تمام. في اليونيفرسال يو اي دي مهمه. اول حاجه تعمل ديسيبل للوج سكرين. تمام. وديسيبل تشينجينج لوك سكرين ايمج. تمام. عادي جدا. وممكن ودي برضو خليها ديسيبل لوج سكرين بلور افكت، برضو دي تلغيها او اللي انت تقفلها. يعني ممكن تعمل ديسيبل توست نوتيفيكيشن، دي ممكن تلغيها. لو عايز تعرف دي بتعمل ايه ببساطه جدا، لو وقفت عليها كده هتلاقي في بار تحت بيتغير حسب ما انت واقف عليها، اللي هو التوست نوتيفيكيشنز وونت بي شون فور اني ابلكيشن. تمام. يعني لو انت عايز تعرف الحاجه دي بتعمل ايه. ممكن تعمل ديسيبل بينج ويب ريزلتس ان كورتانا سيرش، برضو انت ممكن اصلا تشيل كورتانا اصلا مش محتاجينها. وبعد كده زيس بي سي كده احنا مش محتاجين منها اي حاجه. تمام. دي الكستمايزيشن. بعد كده اليوزر اكونت دي ممكن تسيبها زي هي، مش محتاجين منها اي حاجه. هتروح على البرفورمانس ودي اهم حاجه هنا. ويت كل ابلكيشنز دي خليها كده على اقل حاجه عادي جدا. وبعد كده ديسيبل اوتوماتيك فولدر فيو ديسكفري، دي نفس الفكره. تيرن اوف سيرش اندكسر برضو دي هتقفلها. انكريز بيورتي اوف اي ار كيو 8 دي برضو هتعملها، دي مهمه جدا على فكره. سموث سكرولنج برضو هتقفله. ديسيبل ايدج تاب ريلودنج نفس الفكره. ديسيبل مايكرو. تمام. ديسيبل بريفيتش سيرفيس برضو هتعملها، احنا عملناها في الريجستري ولكن خلي البرنامج ده يعملها برضو. تمام. دي ما تقفلهاش. الويندوز سكيورتي سنتر ما تقفلهوش. وبعد كده نخش على السكيورتي اند برايفسي. تمام. في السكيورتي اند برايفسي بقى خلينا نشوف اللي احنا ممكن نعمله عشان نحسن السكيورتي والبرايفسي. اول حاجه هتدوس على ديسيبل ويندوز ايرور ريبورتنج، دي مش محتاجينها خالص. الديسيبل وان درايف ده مش محتاجينه. وده الموبيليتي سنتر نفس الكلام. يوزر تراكنج دي هتقفلها. ديسيبل تشينجينج وول بيبر نفس الفكره. تمام. والبرايفسي هنا عايزك تقفل كل حاجه حرفيا. ديسيبل كورتانا، لو انت عندك هنا واي فاي ما تستخدم، لو انت بتستخدم الواي فاي ما تعملش ديسيبل واي فاي سينس، ولكن هنا مش بحتاج الواي فاي فاقفله عادي جدا. خلينا نشيك على كل حاجه تاني. تمام. كله زي الفل. خلاص كده احنا عملنا السكيورتي اند البرايفسي. في البراوزرز هنا برضو عايزك تعمل شويه تعديلات بسيطه. هتدوس على كلير كاش اون افري اكزيت، دي هتعملها هتفعلها عادي جدا. تمام. allow allocating additional bandwidths دي برضو هتشغلها. allow running executable with invalid signature دي هتقفلها عشان ما فيش حاجه تنزل برنامج مش معروف وتلاقيه اشتغل لوحده، دي تقفلها، دي مهمه جدا على فكره. وبعد كده هتروح على المايكروسوفت ايدج. تمام. وبعد كده في الاد تاب ريفيو شو ديلي دي هتصغرها خالص او تخليها على اقل حاجه بالشكل دوت كده. وهتقفل ديسيبل ايدج تاب ريفيو. وبعد كده هتروح على المنيو بتاعت الكليك يمين، طبعا انا مش عايز اغير فيها اي حاجه. تمام. وبعد كده هتروح على الاديشنال. ففي الاديشنال هنا عايزك تفتح الانيبل نتورك ادابتر اون بورد بروسيس. تمام. وهتفتح ده برضو. والديسيبل ريسنت شيرز برضو هتفتحها او اللي انت تلغيها يعني. وبرضو هايد كمبيوتر فروم براوزر ليست دي عشان السكيورتي. وانيبل ان تي ال ام 2 سبورت برضو دي هتفتحها. والهايد انتاير نتورك برضو دي هتفتحها. وكده انت زي الفل، وكده انت الدنيا معاك في السليم. وبعد كده هدوس على ابلاي تويكس. وبعد كده هدوس اوكي. تمام. هتلاقي ان الجهاز
الجهاز راستر معاك او هتلاقي الفلاش عمل فليكر كده، ما تقلقش من اي حاجه. وبعد كده احنا هنقفل البرنامج، مش محتاجين منه اي حاجه. خلينا نخش على الفري تويكس بتاعتنا. وبعد كده احنا كنا فين؟ كنا في الريموف انبوت ديلي كده. احنا خلصنا ريموف انبوت ديلي تمام. خلينا بقى نخش على الماوس اند كيبورد تويك. فببساطه جدا هتفتح الماوس او الاكسي دوت بتاع الماوس او الشورت كات بتاعت الماوس. وبعد كده كل اللي عايزك تعمله اللي انت تروح على البوينتر اوبشنز وانهانس بوينتر بريسيشن دي تلغيها نهائي. وبعد ما لغيتها تدوس ابلاي وتدوس اوكي. كل ده ده هي الحاجه الوحيده اللي انت محتاج تعملها في الماوس. وبعد كده تخش على الكيبورد، هتفتح برده الكيبورد شورت كات دوت. فببساطه جدا الريبيت ديلي دي هتخليها شورت، وهتخلي الريبيت ريت هتخليه فاست. وبعد كده هتدوس على ابلاي. ده كل اللي انت محتاج تعمله برده في الكيبورد بتاعتك عشان الكيبورد يبقى الريسبونسيف بتاعها سريع. وبعد كده هتفتح معاك برنامج تيك بايتس تويكر تمام. هتفتح البرنامج بالشكل دوت كده. ده برنامج القناه بتاعتنا لو انت ما تعرفوش. بسيطه جدا، كل اللي انت عايزك تعمله اللي انت تعمل انشاء حساب وتخش تعمل حساب عادي جدا. وبعد كده تعمل رجوع، وبعد كده تدوس على تسجيل الدخول تمام بالحساب اللي انت عملته. كل التعديلات اللي انا هعملها في الفيديو دوت هي التعديلات الفري، فانت هتلاقي كل اللي انا هعمله دوت تقدر تعمله عادي جدا، مش شرط ان انت تبقى مشترك في البرنامج. هنا كل اللي عايزك تعمله اللي انت تعمل كل التعديلات دي. انيبل كي بوست ده كله تبدا تعمله عادي جدا. ام اس اي يو اس بي كيبورد تويك نفس الكلام. الماوس تويك هنا ما تعملهاش لو انت بتستخدم اللابتوب. لو انت عندك لابتوب ما تعملهاش، لان هي ممكن توقف لك التاتش باد بتاعه اللابتوب. فالماوس تويك ما تعملهاش الا لو انت على بي سي تمام. انا هنا على بي سي تمام، فانا هنا اعملها عادي جدا. فهستنى لحد ما تخلص عادي جدا تمام. وبعد كده الماوس اكسلريشن برضو هقفله. الاوبتمايز ماوند اند كيبورد كيو سايز دي ببساطه جدا عايزك تحدد زي ما تقول ايه حسب الجهاز بتاعك. انا هنا المعالج بتاعي اي 3 12100 زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، فانا هختار الرقم 17 تمام. لو انت الجهاز بتاعك في الجيل الرابع والخامس والحاجات دي اختار 20 او 25. يعني لو انت جيل رابع اختار 25، لو انت جيل سادس اختار 20، لو انت تامن تاسع برضو 20، لو انت جيل عاشر اختار 17. ولكن خلي بالك ان دي ممكن تعمل معاك مشكله في الالعاب، وممكن تلاقي الماوس والكيبورد بتفصل لوحدها وبترجع تاني. لو حصل معاك المشكله دي بترجع هنا تقلل من الرقم دوت. يعني لو انت عامل 13 تخليها 15، لو انت عامل 17 تخليها 20 لو ظهرت معاك اي مشكله. ولكن هنا انا هعملها 17 لان انا مجرب الرقم ده عندي والدنيا زي الفل فيه. لو فاين ميتيجريشنز دي برضو هعملها عادي جدا. والسيستم ريسبونسيفنس دي مهمه جدا 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 اللي انت تعملها عندك تمام. فهندوس عليها كده بالشكل دوت كده. السي بي يو كولينج تويك مش محتاج اعملها. البي سي ايديت دي ببساطه جدا اللي هو البوت بتاع الجهاز بتاعك بتسرعه. الهايبر في برضو هقفله مش محتاجه. ديت السيرفيسز فهعمل فيها التعديلات بتاعتها عادي جدا. اليو اس بي تويك عادي جدا. المنيو شو ديلي احنا اصلا عملناها في التويكس في الباك، ممكن هنا نعملها تاني. يو اس بي باور تويك نفس الفكره. سليب ديسيبل لو انت عايز تعمل ديسيبل للسليب. بروسيسور فور جيمنج دي مهمه جدا 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 اللي انت تعملها تمام، هتفرق معاك في الاداء في الالعاب. اوبتمايز فول سكرين اوبتمايزيشن ده كلها تعملها ببساطه جدا. هنا مفيش اي حاجه انت مش محتاج تعملها، هنا كل التعديلات تعملها عادي جدا تمام. ولكن هنا ادوس على ابلاي اول تويكس تمام. وبعد كده ادوس يس تمام. وهنا انت هتختار البروسيسور بتاعك. انا هختار انتل لان انا اي 3 12100 ودي ببساطه جدا اللي هو الدايركت اكس للانتل او الاي ام دي تمام. وبعد كده ادوس اوكي. وبعد كده نخش على الصفحه الثالثه تمام. وبعد كده ابلاي اول تويكس وبعد كده ادوس يس اوكي. بعد كده انت زي الفل. طبعا بقيه التعديلات دي موجوده بس في النسخه البريميوم من البرنامج، فانا هنا مش هعملها. وخليني عزيزي المشاهد اخدك في جوله سريعه عن برنامج تيك بايتس تويكر. البرنامج ده ببساطه جدا بيزود لك الفريمات في الالعاب، ودي حاجه مضمونه جدا. وان ما زودلكش الاداء في الالعاب يبقى انا راجل ما بفهمش حاجه. وزي ما انت شايف هنا احنا معانا في لعبه فالورنت، شايف الاف في اس كان كام قبل ما نعمل التعديلات بتاعه البرنامج، وبعد ما عملنا التعديلات بتاع البرنامج شايف وصل لكام. ففرق رهيب جدا، يعني من 60 فريم لحد 200 فريم، قول يا عم 150 فريم، ضعف الاداء بالظبط. وده بيختلف من جهاز لجهاز مش هنكدب على بعض، ولكن اضمن لك انك هتلاقي فرق اداء ملحوظ. وفرق الاداء ده ما ظهرش عندي بس، لا ده ظهر على ناس جربت البرنامج، ودي شويه من الريفيوهات بتاعتهم او من اراء الناس في البرنامج. ولو عايز تشتري البرنامج تقدر تتواصل معايا على الديسكورد، وصدقني هيعمل معاك فرق كبير جدا. فهنقفل البرنامج كده وشكرا لتيك بايتس تويكر. وبعد كده هتخش على الاوتو ران. ببساطه جدا هتفتح برنامج معايا بالترتيب. اول حاجه هتعمل في الاوتو ران هتفتحه بالشكل دوت كده، هيفتح معاك بالشكل دوت كده، ما تتخضش عادي جدا. هنا انا عايزك تقفل في اللوجن تمام، وركز جدا اللي انت هنا في اللوجن او اللي خلينا نقول الستارت اب ابس تمام. هنا انا عايزك تقفل اي برنامج انت مش عايزه يفتح مع النسخه، ان هو يعطل النسخه او يبطئ من اللوجن بتاع الجهاز بتاعك. فالديسكورد احنا هنقفله بالشكل دوت كده. الاي اي نفس الفكره، الايبك جيمز، المايكروسوفت ايدج نفس الفكره، الاوفر وولف، الرويد جيمز، الستيم. كده احنا قفلنا اللوجن اللي احنا مش محتاجينهم اصلا. الافري سينج ده ممكن اسيبه، الرويد جارد ممكن اسيبه، اليو اي سيرفيس اللي هو الريلتك هاي اوديو لا ده انا عايز اسيبه تمام. السي ام دي سيبها طبعا، البريف تمام. الستولد كومبوننتس ديت حاول انت تقفل الحاجات اللي انت مش محتاجها، ما تقفلش المايكروسوفت ايدج، واي حاجه فيها ان سلاش ايه ما تقفلهاش عشان دي هتعمل لك مشاكل كتير جدا في النسخه. فانت هنا انا هقفل البريف بس، وبعد كده اعمل ران اس ادمنستريتور عشان هو هنا محتاج الادمنستريشن. فانا هنا هقفل
نقفل البريف تمام بالشكل دوت كده. وبعد كده خلينا نخش على الديسكورد. الادوبي سي اكس بروسيس برضو اقفلها مش محتاجينها. الايو بيت تمام اقفلها. الديسكورد سيبه لان انا بحتاجه. التيمز طبعا اقفله تمام. الان اي اوعى تيجي ناحيته تمام. البروتوكول خلي بالك انت دخلت هنا على التويكس بتاعت الاكسبلورر ذات نفسه، فهنا انت مش محتاج تعمل اي حاجه تمام عادي جدا. سيب كله زي الفل تمام تمام. الانترنت اكسبلورر دي ممكن تلاقيها البلجنز بتاعتك. الاي دي مانيتش انتجريشن دي البلجنز فعلا. السكايب طبعا اقفلها دي مش محتاجينها خالص. الوان لوك لا سيبها عشان بستخدمها. النوتس انا بستخدمها. التاسك شيلودر ديت اللي هي التاسكات اللي بتحصل تمام زي ما انت شايف هنا. البريف ابديت تمام زي ما انت شايف بالشكل ده وكده مش محتاجينه فهنقفله تمام. ده نفس الفكره بريف ابديت. اللوجن دي سيبها. الاوتوماتيك ابديت بتاعت الاوفيس مش محتاجينها. كليك تو ران سيرفيس لا دي سيبها. الفيتشر ابديت الاوفيس مايكروسوفت اي حاجه ابديت الغيها. ابديت نفس الفكره اوكي مش محتاجينه. ويندوز ابلكيشن لا سيبها. ويندوز ابديت لا سيبه طبعا عشان ما يبوظلكش الويندوز ابديت دي ما تقفلهاش لان دي ممكن تبوظ لك الويندوز ابديت فسيبها عادي جدا. الام اس اي لا سيبها انا محتاجها. الابديت بتاع مايكروسوفت ايدج لا طبعا اقفله هو مقفول اوريدي. نيفيديا كونتينر او النيفيديا الحاجات بتاعت النيفيديا النيفيديا ابديت تشيك ديلي دي اقفلها. دي اقفلها بجد لان دي السيرفيس بتقعد تسحب جامد جدا من الجهاز بتاعك تمام. دي يوميا بتقعد شغاله. النيفيديا جي فورس اكسبيرينس سيلف ابديت دي برضو اقفلها. اللانشر لا طبعا سيبه. الابديت ديلي نفس الفكره اقفلها. ابديت ديلي اون لوجن اقفلها. الكاش ريبورت دي اقفلهم كلهم مش هتحتاجهم في اي حاجه. الاوفر وولف اقفله. الانستولر لا اقفله برضو مش محتاجينه في حاجه تمام. السيرفيسز هنا ده السيرفيسز كمان خلينا نتشيك عليهم كده. الاي اي باك جراوند سيرفيس لا طبعا سيبها. الافريثينج طبعا احنا عملناها لما عملنا المايكروسوفت سيرفيسز اللي هي بتاعت الام اس كونفيج اللي هي بالشكل ده وكده. خلينا افتحها لك تمام اللي هي دي اللي احنا عملناها ولكن هنا برضو هنشيك عليها تاني تمام. ام اس اي برضو لا ده سيبها. انفيديا كنترول لا سيبها طبعا عشان ما تعملش معاك مشاكل. سينس تيم فيور تمام تمام تمام. فانجر بيبر انجن تمام زي الفل. التعريفات الدرايفرز ما تلمسي حاجه فيهم حرفيا تمام. انترنت اكسبلورر الدي ال دي ما تجيش ناحيتها تمام. الحاجات دي كده احنا مش محتاجين اي حاجه تاني كده. انت زي الفل كده. انت مش محتاج اي حاجه من البرنامج دوت تاني. تقدر تقفله وتقول له ثانك يو فيري ماتش. خلينا قبل ما نخش على السيستم اكسبلورر ده احنا نفتح برنامج الدبليو بي دي. هتفتحه دبل كليك بالشكل ده وكده وتدوس عليه يس وهتستنى لحد ما يفتح. عايز اقول لك ان انت بعد الفيديو دوت بعد التعديلات دي هتعملها هتحس بفرق تاني. هتحس ان انت كنت بتستخدم جهاز وبعد التعديلات دي هتحس ان انت بتستخدم جهاز تاني خالص. واول ما يفتح معاك بالشكل دوت كده هتدوس على الديسيبل تيليمتري وهتسيبه يعمل ديسيبل ليها عادي جدا. دي الريكومندد سيتنجز ما تقلقش منها من اي حاجه. استنى لحد ما يخلص وبعد كده نخش على اللي بعده. وبعد كده الاي بي برده هتدوس على كلمه بلوك وبعد كده هتدوس على كلمه ابس. هنا انا عايزك تمسح الابس اللي انت مش هتستخدمها فعايزك اللي انت تحدد الابس اللي انت مش هتستخدمها. يعني خلينا ننزل كده. فيدباك هاب ده احنا مش محتاجينه. الميل اند كالندر ما اعرفش انت بتستخدمها ولا لا ولكن انا ما بستخدمهاش فهمسحها تمام. الفوتوز هسيبها. ال3 دي فيور همسحه. الحاجه اللي انت عايز تمسحها او مش بتستخدمها دوس عليها كليك وهو هيمسحها لك تمام. زي ما انت شايف الام اس اي طبعا ده كله انا بستخدمه. الريل تك لا سيبه. السنيب اند سكتش دي برضه بستخدمها. الفيديو اكستنشن لا سيبه. الويندوز الارم فين ويندوز الارم ما بستخدموش تمام. الويندوز الارم اند كلوك ما بستخدمهاش. ويندوز كالكوليتر بستخدمها. الكاميرا ما بستخدمهاش. المابس ما بستخدمهاش. الفويس ريكوردر ما بستخدموش. بالشكل دوت كده بعد ما حددتهم هتدوس على ديليت سيلكتد تمام وهيبدا يمسح لك الابس اللي مالهاش لازمه دي تمام. انت ممكن يبقى عندك حاجات اكتر مني على فكره تمام. وبعد كده هو مسح الابس اللي احنا مش محتاجينها تمام. وبعد كده تدوس على البلوكر وبعد كده هتدوس على الاكسترا تمام. بعد ما تحدد الاكسترا دي وكده انت زي الفل كده. انت مش محتاج اي حاجه تاني من البرنامج دوت. هنقفله ونقول له ثانك يو. وبعد كده هتخش على السيستم اكسبلورر سيت اب. هتفتح البرنامج دوت كده وتسطبه عادي جدا تمام. هيفتح معاك الصفحه بتاعتهم مش محتاجين منه اي حاجه. وبعد كده هيقول لك ستارت سكيورتي تشيك هتدوس على كلوز مش محتاجين منه اي حاجه. اول ما يفتح معاك بالشكل دوت كده ما تتخضش من شكله. خلينا نقفل كل الحاجات دي احنا مش محتاجين منهم اي حاجه تمام. بالشكل دوت كده لا السيستم احنا محتاجينه. وفي السيستم هنا عايزك تنزل لحد ما تلاقي كلمه اكسبلورر او اللي هو المتصفح بتاع النسخه تمام. في الاكسبلورر هنا ده عايز اقول لك ان الاكسبلورر ده بيتحط تحتيه كل اللعب اللي انت بتلعبها. فانت هنا عايزك تحط البايورتي للاكسبلورر دوت ان هي تبقى هاي. ببساطه جدا هتدوس على كليك يمين وتدوس على بروسيس بايورتي وتخليها هاي تمام. وبعد كده تدوس كليك يمين وتخليها بريمننت او دايما دائمه او تخليها فور ايفر يعني هتدوس عليها كده بالشكل دوت كده. وبعد كده كليك يمين بروسيسور افينيتي. لو انت عندك بروسيسور كويس او قوي تمام زي مثلا الاي 3 12100 يعتبر كويس تمام. لو انت عندك بروسيسور 2 كور او 1 كور او الحاجات دي ما تعملش الاوبشن ده. لو انت عندك مثلا 4 كور اقل حاجه اعمل الاوبشن ده. عايزك تشيل البروسيسور رقم 1 و2 من عندك او ما تخليهمش يستخدموا لان دولت استنى بس خلينا نلغيهم بالشكل دوت كده لان دولت بيبقى عليهم السيستم بتاع الجهاز كله. فتخيل ان اللعبه شغاله على البروسيس او المعالج او الكور اللي اللعبه يعني الجهاز كله شغال على اول كور وتاني كور. فاللعبه كمان لما بتشتغل على الكورين دول ممكن يعمل حاجه معاك اسمها شاترنج او اللعبه تلاقيها بتقطع وانت مش فاهم ليه يعني مع ان مواصفاتك رهيبه بالنسبه للعبه دي. فده هو السبب
السبب اللي بيخلي اللعبه معاك تقطع. وبعد كده هتدوس على بروسيس افينيتي وتخليها بريمننت، نفس الكلام زي الاكسبلورر. لو حصل معاك مشاكل وحسيت ان ادائك في اللعبه قل او الفريمات بتاعتك في اللعبه قلت، تيجي تفتح الاوبشن دوت، هتخليها 2:1، هتفتحهم تاني والدنيا معاك هترجع هتبقى زي الفل. ولكن فور الموست كيس او اللي انت معظم الناس الدنيا هنا هتبقى معاك زي الفل يعني. ولكن ممكن تحصل معاك مشاكل او ممكن تحس ان في ادائك قل. لو ادائك قل ترجع تشغل الافينيتي دي او البروسيس او الكور اللي عندك 1 و2، هترجع تشغلهم تاني. تمام. انا زي ما قلت لك لو عايز تعرف الكورز، انا عندي هنا 8 كور بالشكل دوت كده، فهو هنا جايبهم بالشكل دوت كده زي ما انت شايف من 1 ل8. فانت هنا بتدي اول كور اللي هو يعتبر اللي هو الكور الاساسي، والكور الثاني دوت بيبقى اللي هو الهايبر ثريد. تمام. اللي هو اللوجيكال بروسيس، يعني من الاخر بيبقى فيه كور اساسي وكور لوجيكال. تمام. فانت بتدي له واحد من هنا واحد من هنا اللي هو شغلوا نفسكم بيها، ده بتسيبهم للنسخ. تمام. وبقيه الحاجات دايما بتخليها شغاله مع بقيه البروسيس. تمام. عشان الحمل يتوزع على البروسيسور الثانيه دول بالشكل دوت كده. يعني ببساطه جدا بتخلي النسخه شغاله على البروسيس دوت والبروسيس دوت، وبقيه اللعب وبقيه اي حاجه بتحصل على الجهاز بتشتغل على الباقي دول. تمام. ده ببساطه جدا. تمام. وبعد كده هنقفل دوت، مش محتاجين منه اي حاجه. ممكن في حاجه تاني كنا بنعملها هنا، انا مش فاكر صراحه كنت ممكن اعمل ايه هنا تاني. ممكن تعمل الويندوز لوجن. صحيح، الويندوز لوجن. فين هي الويندوز لوجن يا معلم؟ ويندوز لوجن. الويندوز لوجن دي عايزك تعملها بنو نورمال، انت مش محتاج فيها اي حاجه اصلا. تمام. فهنا البروسيس بايورتي محطوطه هي، هتعملها بلو نورمال. تمام. دي انت مش محتاج فيها اي حاجه، الويندوز لوجن دوت اكسي. وبعد كده برضو هتعملها بريمننت. تمام. بالشكل دوت كده، وكده انت زي الفل، مش محتاج اي حاجه من السيستم اكسبلورر ده تاني. تمام. هتقفله عادي جدا وبعد كده اوكي، وخلينا نعمل له اكزيت بالشكل دوت كده. تمام. وكده تكون انت خلصت الاوتو ران. تمام. وخلينا نخش على الجزء السابع، الريج اديت. ببساطه جدا عايزك تاخد الريج اديت بالشكل دوت كده، اللوكيشن دوت وتروح له. تمام. هتاخده كده كنترول سي وتفتح معاك الريج اديت. هنفتح الريجستري اديتور، واول ما تفتح معاك بالشكل دوت كده تدوس كنترول اي وبعد كده تدوس كنترول في وتروح للوكيشن دوت، هتفتح معاك بالشكل دوت هنا. انا عايزك تدور على السيرفيس او الحاجه في الريج اديت اسمها الشكل دوت كده. ببساطه جدا هتاخدها كنترول سي، يعني خلينا كده ناخدها كنترول سي. تمام. انا بوفر عليك. وبعد كده كنترول اف ودوس فايند نيكست، هيحددها لك بالشكل دوت كده. وعايزك تشوف انت معاك عدد قد ايه رامات في الجهاز بتاعك. انا هنا هتعرفها منين؟ ببساطه جدا كليك يمين تفتح التاسك مانجر برفورمانس ميموري. انا هنا عندي 32 جيجا رامات، فهتاخد الرقم اللي قصاد ال 32 جيجا رامات اللي هو بالشكل دوت كده، تاخده كليك يمين كوبي. تمام. وبعد كده هتروح على الريجستري، هتدوس دبل كليك وبعد كده تتاكد ان هي على هيكسا ديميكال. تمام. لا، هيكسا ديسيمال، انا مش عارف نطقها لي كده. تمام. تتاكد ان هي على هيكسا. تمام. وبعد كده تحدد الاوبشن دوت الفاليو داتا وبعد كده تدوس كنترول في وبعد كده تدوس اوكي. وبعد كده انت مش محتاج اي حاجه تاني. وبعد كده هنقفل ونقول ثانك يو فيري ماتش للريجستري. تمام. لو انت عندك اي حاجه من الحاجات دي بتاخد اللي قصادها وتروح تحطها عادي جدا. تمام. اوكي. وكده احنا مش محتاجين حاجه في الريج اديت. وبعد كده المايكروسوفت سيفتي سكانر او سكانر، يعني ممكن تعملها. تمام. دوت نسخه ل 64 بت. احنا ممكن نخلي المايكروسوفت سيفتي سكانر ده اخر حاجه نعملها، يعني لا، خلينا نخلي المايكروسوفت السيفتي سكانر دوت اخر حاجه نعملها. خلينا نعمل السيرفيسز اولا. تمام. خلينا نخش على السيرفيس يا معلم، وفي حبه سيرفيس كده عايزك تقفلها مالهمش لازمه. مش شرط ان انت تقفل كل اللي عندي لان انا في حاجات ما بستعملهاش، فاقفل السيرفيس بتاعتها ومش عامله لي مشاكل. اول حاجه الاكتيف اكس انستولر ده، لو عايز تقفله اقفله عادي جدا. تمام. دوت ببساطه جدا دوت اليوزر اكونت كنترول، لو عايز تقرا الديسكربشن بتاعها ممكن تقراه من هنا. تمام. عايز تقفلها اقفلها، مش عايز تقفلها ما تقفلهاش. البيت لوكر دي اقفلها، مش هتعمل معاك ادنى مشكله، عادي جدا. تمام. ننزل تحت كده شويه، انا هنا قافل البلوتوث. لو انت قفلت البلوتوث هنا، لو انت الجهاز بتاعك بتستخدم فيه البلوتوث او اللي هو بتستخدم البلوتوث باي شكل من الاشكال، لو قفلت السيرفيس دي البلوتوث مش هيشتغل معاك. فهنا لو انت ما بتستخدمش بلوتوث اقفل السيرفيس دي، لو انت بتستخدم البلوتوث سيب السيرفيس دي زي ما هي والدنيا هتبقى معاك زي الفل. الكونكتد ديفايس بلاتفورم نفس الفكره، لو عايز تقفلها مفيش اي مشاكل هتظهر معاك. انا سايبها لك زي ما انت شايفها عندي. تمام. فعايز تقفلها اقفلها. تمام. انا مش هقعد اقول لك دي بتعمل ايه بالتحديد، ولكن اقفلها عشان لو انت عايز تقرا هي بتعمل ايه هتدوس تشوف الديسكربشن بتاعها. ببساطه جدا دي اهم حاجه واحده تقفلها فيهم، اللي هي الكونكتد يوزر اكسبيرينس اند تيليمنتري، دي ببساطه جدا تقفلها. تمام. فخلينا ننزل تحت كده شويه، الكونتاكت داتا دي لو عايز تقفلها اقفلها. الدايجنوزس طبعا اقفل كل اي حاجه فيها كلمه دايجنوزس اقفلها بالشكل دوت كده، يا تقفلها مش هتعمل لك اي مشاكل. المابس مانجر ما اظنش ان في حد بيستخدم المابس بتاعه المايكروسوفت او ما حدش بيستخدم ابلكيشن المابس في النسخه اصلا، فدي اقفلها مش هتعمل معاك اي مشاكل. الفاكس طبعا دي تقفلها، دي حاجه انتهت وانقرضت ومايكروسوفت لسه حطاها، فدي
تقفلها مفيش مشكله. الجيم دي في ار ده لو عايز تقفله اقفله طبعا. الجيم دي في ار ده سيء جدا دوت ببساطه جدا، اللي هو الريكورد اللي انت بتعمله بتاع الجي فورس او لما تيجي تدوس شيفت ار او الت ار مش فاكر بصراحه، ولكن دوت يعني ملوش لازمه تمام. اقفله الجيم دي في ار دوت اقفله، مفيش اي مشكله هتحصل معاك يعني. الجي لوكيشن ديت اللي هي السيرفيس بتاعت اللوكيشن بتاعت النسخه، لو عايز تقفلها اقفلها عادي جدا. والنت لوجن دي برده هتقفلها، والسنسور داتا سيرفيس والمونترج سيرفيس والسنسور سيرفيس اقفلها خالص، والسيستم مين دي برده تقفلها تمام. دي هتقفلها في حاله واحده بس، لو انت عندك اس اس دي او ام دوت 2 تمام. لو انت ما عندكش اس اس دي او ام دوت 2 هتسيبها انيبلد. التليفوني برده دي هتعملها ديسيبل بالشكل دوت كده. والدي التاتش كيبورد اند هاندلنج هاند رايتنج دي لو انت عندك في اللابتوبات عامه لو جيت لقيت دي مقفول لها معموله ديسيبل هتلاقي ان التاتش باد مش شغاله معاك. ولكن لو ده بسبب يعني دي مشكله بتقابل ناس كتير في اللابتوبات، ده بسبب ان السيرفيس دي معمول لها ديسيبل تمام. فدي لو انت لابتوب ما تعملهاش ديسيبل، لان هتلاقي التاتش باد وقفت معاك اول ما تعمل ستارت للجهاز. لو الدنيا معاك زي الفل وانت بتستخدم بي سي اعمل لها ديسيبل لان مالهاش لازمه. والويندوز ايرور ريبورتنج سيرفيس برضو دي اعمل لها ديسيبل مالهاش لازمه. والويندوز ايفنت كوليكتور اعمل لها ديسيبل. والايفنت والويندوز فونت كاش سيرفيس اعمل لها برضو ديسيبل. والويندوز ايفنت لوج دي اعملها انيبل، لان انا في ساعات بستخدم الايفنت لوج بتاع النسخه عشان اشوف ايه الايرور اللي حصل عندي، فدي بصراحه بسيبها ايه. والويندوز انسايدر سيرفيس برضو دي اعمل لها ديسيبل. ويندوز سيرش لو انت بتستخدمه هو مش هيوقف لك السيرش اللي هنا تمام، يعني السيرش هيبقى شغال، ولكن السيرش اللي هو بيظهر لك البراوزر دوت هيبقى معمول له ديسيبل. والاكس بوكس طبعا اخر حاجه هتلاقيها اقفل اي حاجه خاصه بالاكس بوكس بالشكل دوت كده، اعملهم كلهم ديسيبل. بسيطه جدا تختار ديسيبل والدنيا معاك هتبقى زي الفل. وكده احنا خلصنا من السيرفيسز. لو خلصت معايا السيرفيسز تخش بقى على اخر حاجه المايكروسوفت سيفتي سكانر يا رب سكانر تمام. بسيطه جدا دي النسخه ال 64 بت. لو انت الجهاز بتاعك 32 بت هتفتح الداونلود لينك اللي انا سايبه لك دوت وهتنزل ال 32 بت تمام. انا هنا منزل ال 64 بت جاهز تمام، فافتحه بالشكل دوت كده وبعد كده ادوس يس. واول ما يفتح معاك بالشكل دوت كده هيفتح معاك بالشكل دوت كده، وبعد كده دوس على اكسبت وبعد كده نيكست ماشي، وبعد كده هتختار الفول سكان تمام، بعد كده نيكست. بسيطه جدا ده لو في اي مشكله عندك في الجهاز او في اي حاجه فايلات معمول لها كوربتد او بايظه او اي حاجه غريبه بتحصل عندك في الجهاز ده هيعالجها تمام. فدوت برنامج جامد جدا تمام. وبرده لو في حاجات متفيرسه عندك في الجهاز ممكن يشيلها ويرجعها، ولكن هو مش انتي فيروس تمام. ده بس في فايلات النسخه زي ما انت شايف عندي لا فايلز انفكتد، في فايلات عندي بايظه زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، في فايلين عندي بايظين، فده هتخليه لحد ما يخلص خالص وبعد كده تفضل تراستر الجهاز او تقدر تراستر الجهاز. فانا هنا هخليه لحد ما يخلص الدنيا بتاعته خالص، لان دوت ممكن ياخد ساعه حرفيا تمام، ممكن وقت كتير جدا يعني. فده تسيبه كده ياخد براحته فول سكان دوت، يعني تسيبه ياخد راحته كده ويعيش مع نفسه. فخلينا بعد بقى ما يخلص واوريك النتيجه في الاخر تمام. ولكن هنا كل اللي انت محتاج بعد ما يخلص ان انت تعمل ريستارت للجهاز بتاعك، وصدقني هتلاقي اداء رهيب جدا 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 في النسخه بتاعتك تمام. وهنا انا مش عامل التعديلات بتاعه التيك بايتس تويتر كلها تمام في الفيديو دوت، لان انا كنت عايز ايه اوريك الدنيا يعني، عشان ما ابقاش عامل التعديلات كلها فتحس ان في حاجه غلط او اللي انا بسوحك. لا انا هنا عامل نسخه عاديه جدا ومستخدم التعديلات اللي هي الفري دي تمام. وطبعا الناس اللي عايزه تشتري تيك بايتس تويتر وتاخد التعديلات البريميوم، طبعا في تعديلات جوه افضل بمليون مرحله من بس حبه التعديلات اللي انا قلت لك في الفيديو دول. ولو عايز تعرف التعديلات دي هتاثر معاك في ايه وهتاثر معاك في اداء الالعاب، هسيب لك لينك في الديسكربشن او لينك اللي هيظهر لك فوق في الاي او تمام. هتلاقي الفرق يعني، هتشوف فيديو بالمعنى الاصح البرنامج ده بتاع ايه تمام. فبدون كلام كتير خلينا بقى نستنى لحد ما البرنامج ده يخلص معانا، وبعد كده نرجع لكم تاني. او مش محتاج ان انا ارجع لكم يعني، مش محتاج والله ان انا ارجع لكم، هو ايه اللي هيحصل يعني؟ هو انت هتحس ان اداء الجهاز بقى احسن معاك. فاشوفك الفيديو الجاي تمام. فبدون كلام كتير لما المايكروسوفت سيفتي سكانر ده يخلص هتعمل ستارت للجهاز، وصدقني هتلاقي فرق اداء رهيب جدا بالجهاز بتاعك. ولكن هنا انا معايا في البرفورمانس زي ما انت شايف انا معايا هنا 178 بروسيس، فبعد ما اعمل ستارت اقول لكم انا وصلت لكام بروسيس، او ممكن اسيبها لكم في اخر الفيديو يعني، اسيب لكم لقطه كده في اخر الفيديو، او احنا اصلا في اخر الفيديو اللي انا بقوله ده. المهم يعني ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب تمام. ولو عايز تشوف ريفيوهات الناس في برنامج تيك بايتس تويكر بسيطه جدا، هتخش على اللينك في الديسكربشن هتلاقي سايب لك انفايت للديسكورد بتاعنا، هتفتح الديسكورد بالشكل دوت كده تمام، وتروح على السيرفر بتاعنا التيك بايتس، وبعد كده هتروح على الريفيوز وهتلاقي اراء الناس في البرنامج دوت بالشكل دوت كده. فانت شوف اراء الناس وهتلاقي الدنيا يعني ايه جميل يعني، البرنامج متجرب وما تقلقش من اي حاجه. وبرده هتلاقي الباك بتاعه الفري باكس او التعديلات دي اللي احنا عملناها هتلاقيها برده في الفري تويكس هنا، هتلاقيها هنا تمام بالشكل دوت كده. فبيس يا معلم، وهتلاقي برده في اللينك في الديسكربشن يعني لو انت مش عايز تخش الديسكورد، ولكن مش عارف ليه، ولكن انت مش عايز تخش الديسكورد ده هتلاقي سيبها لك في الديسكربشن. وكل التعديلات اللي انا عملتها هنا تنفع لويندوز 10 وويندوز 11 والدنيا معاك هتبقى زي الفل. وبيس.
طبعا انت افتكرت ان انا هنهي الفيديو من غير ما اوريك البروسيس، طبعا لا انا مش هسوحك للدرجه دي. خلينا نفتح التاسك مانجر برفورمانس. زي ما انت شايف السي بي يو قلت معايا من 170 ل 109 وانا مشغل الاو بي اس ومشغل كل حاجه، فانا خسرت حوالي 70 بروسيس او حاجه زي كده. لو مش مشغل الاو بي اس والحاجات دي كلها توصل معايا ل 90 80 بروسيس. وخلي بالك ان انا مشغل الوور بيبر انجن ومشغل حاجات كتير، فانت ممكن معاك تنزل لحد 90 و70 وممكن تنزل 60 و50 كمان. نكون كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. وما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي في الكومنتات وتقول لي البروسيس بتاعتك نزلت من كام لكام. انا كنت 170 وبقيت 109، طبعا مشغل الاو بي اس ومشغل الوول بيبر انجن ومشغل حاجات كتير. لكن انت لو مش مشغل حاجات كتير زي كده هتنزل معاك ل 70 و60 ويمكن اقل كمان، والله اعلم، بتعتمد على حسب كل جهاز. بيس يا معلم. وما تنساش برضو تقول لي في الكومنتات وقعت معاك لحد كام. فنكون كده نهايه الفيديو. بيس. مش هسوحك انا برضو، مش انا من الناس اليوتيوبرز اللي بتسوح الناس يعني. اشوفك الفيديو الجاي.